بقى لي فترة غايب عنكم علشان كنت باحضّر لكم مفاجأة كبيرة أوي. النهارده أنا في بوبا سبوت. بوبا سبوت في زيزينيا على الترام، من الأماكن المميزة أوي، وأكتر حاجة هو مميز بيها الموتشي. مفاجأتنا النهارده مش المكان بس، المفاجأة إني باصوّر الفيديو ده من غير فاطمة. المكان طبعًا جميل جدًا وفيه مساحة كبيرة أوي، تقدروا إن أنتم تبقوا عدد كبير، وغير كمان إن هو فيه high tables تقدروا إن أنتم تستفيدوا إن أنتم لو حابين تقعدوا بالشكل ده. ويلا بينا بقى نشوف هنعمل إيه في بوبا سبوت. أول ما دخلت بوبا سبوت قدموا لي كده welcome drink، وقلت أدوقه أشوف طعمه إيه. بصراحة أنا ما فهمتش طعمه، هو طعمه حلو. أول شفطة هتحسوا إن في حاجة غريبة جدا، بس بعد كده هتحسوا إن هو طعمه مختلف، وهو في الغالب مشروب آسيوي. وطبعا عشان هما مميزين بالموتشي وأنا طبعا بغيظ فاطمة، فطلبت 3 موتشي. يلا بينا بقى ندوقهم مع بعض ونشوف ايه أكتر حاجة فيهم هتعجبنا. أول فليفر طلبته هو الكوتون كاندي. تمام، وده طلع هو غزل البنات. أنا عرفت الكلام ده من المنيو طبعا، أول مرة أعرف إن الكوتون كاندي هو غزل البنات. وبصراحة من الحاجات المميزة جدا، أنا كنت عايز أطلب حاجات مختلفة، يعني بره بقى المانجا والفراولة والحاجات اللي احنا كلنا عارفينها. كنت عايز أطلب حاجات مختلفة خالص عشان خاطر أديكوا بقى رأيي. بس فعلا الكوتون كاندي ده حلو أوي أوي أوي، ولو رحتوا لازم تجربوه، هيعجبكم جدا. انا من عشاق الايس كريم البابل جام عموما. في اي مكان بروحه بطلب ايس كريم بابل جام. الموتش يا جماعة بيدي طعم رهيب للايس كريم، بجد هو طبعا اختراع. وطبعا انا مازلت بغيظ فاطمة وبصور الفيديو لوحدي، ومستمتع جدا ومبسوط قوي. واللي عجبني قوي 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 الموتشي في البابل جوم كان يجنن بجد. واخر حاجة بقى قررت اطلبها كانت ميكس كده، قلت بقى ايه ننوع اكتر بقى. فطلبت بقى تشيز كيك عليها موتشي من بره بلو بيري. بصوا الموتشي بتشد ازاي بجد، يعني شكلها كده يجنن. مش من اكتر الحاجات اللي عجبتني في المكان. الميكس تقريبا ما ظبطش معايا او ما عجبنيش قوي، بس هو طعمه حلو. الناس اللي بتحب التشيز كيك هيعجبها جدا، الناس اللي بتحب البلو بيري هيعجبها جدا، اللي بيحبوا الميكس على بعضه هيعجبهم قوي قوي قوي. بس انا بالنسبه لي ده كان تالت حاجه. اول حاجه بالنسبه لي كانت البابل جام، تاني حاجه بالنسبه لي هي الكوتون كاندي، وتالت حاجه كمان هي برضو التشيز كيك بلو بيري. وده بقى اختراع. ده السموزي اللي جواه توبياكو. توبياكو دي عبارة عن بابلز كده، بيكون ليها فليفر مختلف، حاجة آسيوية كده اوريجينال قوي. التوبياكو دي بتزغزغ كده وبتدي فليفر فظيع. هو انا طالب اصلا سموزي باشن فروت، وطالب التوبياكو اللي جواها اللي هي البابلز دي تكون تفاح اخضر. بجد انا حبيته قوي يعني. هو مبيتزهقش منه، بيعمل ريفرش رهيب، هو جامد جدا. تعالوا بقى اوريكم الحدوتة دي. الحدوتة دي عبارة عن عصير ميلك تشيك. بس انتوا هتستغربوا قوي من الجملة اللي هقولها دلوقتي. ده ميلك تشيك لوبيا. اللوبيا في آسيا بتتشرب عصير، فطعمها حلو قوي. والمفاجأة هنا بقى ان هم حاطين جواها قطع موتشي. قطع موتشي بقى بفليفرز مختلفة، مخلياها بجد في حتة تانية خالص. من الحاجات المميزة جدا 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 جدا. ومحدش يقول لي انت عجبك فعلا عصير لوبيا، عجبني فعلا عصير لوبيا. وبقول لفاطمة انا بصور الفيديو من غيرك، واللي عاجبه ان انا بصور الفيديو من غير فاطمة يعمل لي لايك. وعشان انا من عشاق الحاجات السويت اند ساور، الحاجات الحلوة والحادقة كده مع بعض، لقيت كيكة فلبينية. ايوه هي فلبينية، اسمها انسايمادا، موجودة في المنيو بتاعهم. شكلها عجبني قوي في المنيو وفي الاعلانات اللي هما بيعملوها، فقلت لازم لما اروح اجربها. هي عبارة عن كيكة معمولة بطريقة معينة معرفهاش بصراحة، عليها من فوق جبنة تشيدر. يعني انتوا مش متخيلين، هي باينة قدامكم. هي اختراع كده غريب. عجبني، لو رحت تاني هجربها، لان هي يعني بجد حلوة قوي، ومن الحاجات المميزة في المكان ومختلفة. الميزة في بوبا سبوت انك
كل حاجة هتشربها أو كل حاجة هتاكلها بجد هتكون مختلفة. السيرفيس في بوبا سبوت جميلة جدا، الناس فريندلي قوي ومتعاونين قوي، الحاجة نازلة بشكل شيك قوي. استنوني في كل فلوج جديد من غير فاطمة، وباي باي.